عمتي فوزية كانت أغنى واحدة في العيلة. عندها عربيات وبيوت، وبتلبس كل حاجة ماركات، ومعها عربية بي ام دبليو. بس ما كانش عندها أولاد، وكان دايما تقول لنا إننا كولاد وبنات اللي هنورث الفلوس دي كلها. طبعا مش فاضل من العيلة أساسا غيري أنا وأخويا طارق وبنت عمتي التانية بسمة. في شهر أبريل اللي فات لقيت عمتي فوزية بتكلمني وهي بتعيط بحرقة. قالت إنها خسرت كل فلوسها في عملية نصب كبيرة، وإن بيتها البنك حجز عليه وما بقاش معاها جنيه ولا ليها مكان تروحه. وسألتني لو ينفع تقعد معايا كام أسبوع. أنا كنت عايشة في شقة ضيقة أوضتين مع جوزي، والظروف المادية كانت صعبة جدا، بس دي أخت أبويا والعيلة بتساعد العيلة. قلت لها من غير تفكير عيب عليكي، تعالي وخدي أوضتنا وإحنا هننام على الكنبة في الصالة. جات لي ومعاها كيسين زبالة فيهم شوية هدوم، ولابسة كوتشي قديم ومقطوع. الست اللي كانت ريحتها دايما برفيوم شانيل بقت ريحتها سجاير. قعدت تعيط في الصالة عندي على الأسهم والفلوس والعقارات اللي راحت منها. في وسط الأيام دي كلمت طارق. قلت له أنت عرفت اللي حصل؟ رد وقال لي أيوه كلمتني وقالت لي عاوزة تقعد عندي. قلت لها البيت ضيق، وشوفي لك أي ملجأ ولا مكان للغلبانين تقعدي فيه. رد صدمني وقلت له دي عمتك ما ينفعش نسيبها. رد عليا ببرود مش مشكلتي، وبعدين طالما ضيعت كل حاجة يبقى ما فيش مصلحة هتيجي من وراها. أوجع دماغي ليه؟ كلامه جاب لي قرف. بعت لبسمة ردت عليا وقالت أنا بجهز لفرحي ومش فاضية للعيلة دي بصراحة. بعد شهر قالت لي إنها لقت شغل في سوبر ماركت وهتنقل في شقة مفروشة على قدها. ساعدتها تلم أكياسها، حضنتني عند الباب وقالت لي انتي إنسانة نظيفة وقلبك أبيض يا بنتي. عدى شهرين وما سمعتش منها، لحد ما في يوم بعتت لي رسالة تعالي بكرة على العنوان ده وهاتي طارق وبسمة معاكي، في اجتماع عيلة مهم. رحت العنوان، ما كانش شقة مفروشة ولا مكان غلبان، كانت فيلتها القديمة نفسها، العربية البي ام دبليو مركونة في الجنينة. فتحت لي الباب وهي لابسة عقد لؤلؤ في رقبتها. مخي قفل، مش فاهمة حاجة. دخلت لقيت طارق وبسمة قاعدين وشهم جايب ألوان ومصدومين زيي. قعدتنا في الصالون الفخم وقالت ببرود أنا عمري ما خسرت جنيه واحد، أنا مثلت الدور ده كله عليكم. أنا عندي 74 سنة وكان لازم أعرف مين اللي بيحبني بجد ومين اللي مستني أموت عشان يورثني، عشان كده اختبرتكم. طارق وقف وقال بعصبية دي حقارة ولعب عقولنا. عمتي ردت عليه وهي متعصبة اقعد يا طارق، انت قلت لي روحي ملجأ، وانت يا بسمة تجاهلتيني بالكامل، لكن دي وشاورت عليا سابت لي أوضتها واشترت لي أكل وهي معهاش، وضيعت إجازتها عشان تدور لي على شغل. عملتني كعيلة بجد وهي فاكرة إن مش هيجي لها مني جنيه. أنا كنت مش قادرة أتكلم. طارق زق الكرسي وقعد يزعق إن ده ظلم، وبسمة انفجرت في العياط وتقول إنها كانت مضغوطة في الفرح ومش قصدها. عمتي رفعت إيدها وقالت مش عاوزة أسمع صوت حد، أنا شفت أصلكم. أنا قعدت مكاني ماسكة الورقة ومش مصدقة، وقلت لعمتي يا عمتي أنت ما كانش له لزوم تعملي كل ده. ردت وهي بتبتسم كان لازم يا بنتي، الفلوس بتظهر أصل الناس، أنت نجحتي في الاختبار وهم فشلوا، ببساطة كده. يلا بقى عشان نشوف لك مستشار مالي شاطر يدير معاكي كل الأملاك دي.